اهم حاجه بس يا ريت محدش يفهم ان احنا بنعمل كده عشان خاطر انتوا تقولوا علينا بقى ان احنا بصوا ايه ده طيبين، ده بيعملوا مش عارف ايه، او عشان نصور ونبان ان احنا كويسين. كل الغرض من الفيديو ده ان اي حد عنده بطانيه يا ريت يقلدنا ويعمل زينا. اي حد عنده بطانيه زياده، عنده هدوم زياده، في ناس فعلا ما عندهاش هدوم وفي ناس ما عندهاش اصلا بطانيات في بيتها. يعني زي ما انتم شايفين في ناس بتنام في الشارع بتغطي نصها الفوقاني بتيشيرت او بنطلون او كده. السلام عليكم. ده الفيديو بتاع النهارده مهم جدا جدا. الفيديو بتاع النهارده هنتحدى فيه عمر شاور، بس مش هنتحدى بقى في السباق وتحدي السباق ونجري بالموتوسيكلات وبتاع وحركات، لا هنتحدى عمر شاور في الخير اللي هو بيعمله. طبعا عمر شاور كان عامل فيديو او اتنين تقريبا لسه شايفه من امبارح او اول امبارح، شفت فيديو يوزع فيه بطاطين على الناس الغلابه، كان جاي تقريبا من الايفنت وخد بطاطين ووزعها على الناس الغلابه. قبل ما تنزل تكتب في الكومنتات انت بتقلد شاور، انت بتقلد مش عارف مين، انت ليه بتعمل كده، والصوره كانت بتتعمل في السر مش عارف ايه الكلام ده كله، هاخدكم بس مع بعض كده دقيقتين على جنب هنتكلم مع بعضينا افهمكم الحكايه كلها. بس قبل ما نروح نتكلم مع بعضينا حابب اقول لكم ابو شريف اللي ورا الكاميرا حبيبي هنصور النهارده بقى باذن الله. هنصور يا اسطى فلوج خير، مش يا الناس بقى تقول انت بتقلد شعر لا الكلام ده لسه هفهمهم الكلام. يابا امسك يلا دلوقتي بقى كده بقينا مع بعضينا هفهمكم بقى الحكايه من الاول كده والاخر. بس قبل ما اقول لكم انا الكلام هسمعكم كلمتين كده من عمر شاور اسمعوهم منه عشان تفهموا الموضوع. العيال الصغيره اللي بتتفرج على الفيديو ده بتقلد شاور مش عارف بتعمل ايه، اسمعكم كلمتين من عمر شاور هتفهموا الكلام وهتفهموا قصدي ايه. اهم حاجه بس يا ريت محدش يفهم ان احنا بنعمل كده عشان خاطر انتوا تقولوا علينا بقى ان احنا بصوا ايه ده طيبين، ده بيعملوا مش عارف ايه، او عشان نصور ونبان ان احنا كويسين. كل الغرض من الفيديو ده ان اي حد عنده بطانيه يا ريت يقلدنا ويعمل زينا. اي حد عنده بطانيه زياده، عنده هدوم زياده، في ناس فعلا ما عندهاش هدوم وفي ناس ما عندهاش اصلا بطانيات في بيتها. يعني زي ما انتم شايفين في ناس بتنام في الشارع بتغطي نصها الفوقاني بتيشيرت او بنطلون او كده. اوكي زي ما شفتوا شاور قال الكلام ده كويس وانا برضه هقوله بس بطريقتي انا. دلوقتي المفروض الفيديو بتاع النهارده هيكون مولع نار. الفيديو بتاع النهارده هنصوره على يوم كامل، يعني الصبح دلوقتي الساعه 7 الصبح هنقعد نصور، نطلع دلوقتي فوق هنغسل بطاطين وهنروق على الكلام، وبالليل باذن الله على الساعه 11 12 1 بالليل هننزل منطقه غير المنطقه بتاعتنا او بلد غير البلد بتاعتنا وهنفرق فيها البطاطين للناس اللي ماشيه في الشارع او الناس اللي نايمه في الشارع او اي حاجه زي كده. عرفنا نجيب اكتر كميه من البطاطين ان شاء الله، هنجيب 3 4 5 6، ولو الفيديو ده وصل 20000 لايك ممكن نجيب بتاع 10 بطاطين ندخل محل نشتري بطاطين كتير جدا ونوزع على الناس في الشارع. والمفروض ان انا يعني مش عاوز اعوق عليكم في الكلام واقعد اتكلم كتير ومش كتير، بس اللي عاوز يكتب في الكومنتات براحته، انا مش هزعل ولا اتضايق ولا هفتح نفسي ولا اي كلام من ده. دلوقتي المفروض ان انا اخدكم نطلع فوق على السطح، بس قبل ما نطلع فوق على السطح طبعا عاوز اقول لك لو انت مش مشترك في القناه او ما حطيتش لايك على الفيديو بتاع النهارده فلازم تحط لايك عشان الفيديو ده لازم يوصل 20000 لايك عشان نكبر الحمله دي. وبطلب من كل اصحابي اليوتيوبر كلهم برجليهم بعضايفهم كلهم بعضايفهم، كل اليوتيوبر اللي شاف الفيديو ده مثلا زي عمر احمد، الناس دي انا متاكد ان هي ممكن تعمل حاجه زي كده بس خايفه من حته اللي انت بتقول له بتقلد شاور. بطلب من كل الناس دي تعمل فيديو زي ما انا بعمل كده ونكبر الحمله اللي بداها شاور ونوزع بطاطين للناس اللي في الشارع، مش انا لوحدي، لا انت وعمر احمد واحمد صادق شيبو قناته حلوه يا جدعان، كنت تشتركوا فيها كده وروق الكلام. بس انا كده اتكلمت اللي عندي وقلت كل الكلام اللي عندي، عودت عليكم وانا رغاي وبتاع كلام وكل وقت هنطلع على السطح هنغسل بطاطين وهنروق على الكلام ورا نوزع بطاطين بالليل باذن الله. يلا بينا. المفروض دلوقتي اللي احنا جينا على السطح بتاعنا زي ما شايفين وحماشه هناك وهو عمال يرقص وجبنا الطشطيه اهي اللي هنغسل فيها البطاطين. طبعا احنا هنغسل بطاطين ليه؟ عشان الناس بتقول انتوا بتقعدوا تضيعوا وقت الفيديو وبتاع، لا البطاطين اللي عندنا المفروض اللي هي كانت وسخه او مش وسخه اللي احنا كنا بنستغطى بيها، فعشان يعني الريحه والنفس والبتاع فاحنا هنغسل بطاطين عشان نوديها لناس ثانيه خالص، ناس بعيده عننا، الناس مش قرايبنا، فاحنا لازم برضه نودي حاجه نظيفه عشان ربنا يبارك لنا في الحاجه اللي احنا بنعملها. المفروض ان انا انزل اجيب ميه واطلع لكم تاني. جبت الميه بسرعه وجيت كده. المفروض انا الميه اهي كده اروح اصبها هناك وانزل اجيب تاني وتالت ورابع واجيب البطاريه وهنغسل فيها. الشفرة أسأل. المفروض دلوقتي انا جبت البطانيه ومليت الميه دلوقتي هبدا اغسل البطانيه، بس البطانيه يعني شكلها نظيف، يعني البطانيه ما فيهاش اي حاجه زي ما شايفين. نظبط بس كده الكاميرا اهي ما فيهاش اي وساخه ولا فيها اي حاجه، بس هنغسلها بحيث الناس اللي هتدخلها دي ما تعرفش منها ولا اي حاجه من دي. لازم برضه نظبط الكلام عشان وقت بقول ايه والله العظيم انا ما عارف انا بقول ايه. دلوقتي هنغسل البطانيه وهنستنى بقى لغايه لما بالليل يجي وهنروق على الكلام. المفروض دلوقتي وانا بنصور الفيديو لسه حماشه بيقول لي النطره بتنطر وانا مش حاسس بكل ده عشان شعري عايش عليا النطره وحاش عليا الطوب والحاجات اللي تحدف عليا، بس فعايزين ندعي كده دعوه حلوه بالنسبه للحاجه اللي احنا بنعملها حاجه خير، ندعي كده دعوه حلوه اقسم بالله النطره بتنطر يعني عشان تشوفوا بس النطره بتنطر ولا لا. هي
اكيد انتوا شايفين في نطره بتنزل، فالوقت المفروض ان احنا ندعي دعوه حلوه ونقدر ننزل في البطاطين. يا رب كتر قنواتنا، امين. يا رب ارزقنا من مال اليوتيوب، امين. يا رب كن معنا في هذا المشوار، امين. يا رب لا تبخل علينا بالمشاهير، امين. يا رب خلي عندنا ناس كتير تحبنا، امين. يا رب كن معنا في العصوبات والمصعوبات وننجح يا رب، امين. يا رب ننجح والفيديو بتاع النهارده هيجيب مشاهدات كتير، امين. يا رب القناه تضرب زي العصافير. امين. دلوقتي المفروض ان احنا نغسل بطاطين وراني فرة. امين. ماشي واقف على البطانيه. انا عاوز اقول لكم بس حاجه، البطانيه بتغسل كده يا جدعان عشان الناس اللي بتقول لك انت حرام عليك انت بتغسلها برجلك عشان في ناس تانية هتاخدها وبتاع. لا هي يا حبيبي البطانيه بتغسل كده، بتقف تقعد بقى تدوس وحركات وبتاع، بتقعد تغسلها. دلوقتي هنغسلها انا ومشيب عشان هو عمال يتمتع لوحده. السلام عليكم. شد يا ولدي، شد يا ولدي، شد على ابوك، شد. يا ولد، شد. نفس الموسيقى اللي بنشغلها في الفيديو هنشغل الموسيقى بتاعت حماشه. يلا لا مش كده، انت كده بتكلمني. خفيف خفيف خفيف. دلوقتي المفروض اللي احنا عملنا البطاطين اهي، في البطانيه دي اللي احنا لسه غسلينها حالا برجلينا. شوف بقت حلوه ازاي، بتلمع ازاي. ودي طبعا اللي انتوا شايفينها دي المفروض اللي هي بطانيه نضيفه اصلا ما اتفتحتش. دلوقتي اللي احنا هناخد البطانيتين دول لسه بدري، لسه البطانيه دي بتنزل ميه اهي. بس دلوقتي بقى نستنى ساعتين 3 4 5 لغايه لما البطانيه تنشف، وبالليل باذن الله. دلوقتي المفروض ان احنا نستنى لغايه بالليل او لغايه اما الساعه 11 12 تيجي. هنطلع بره الساعه 1 2 3 يعني، هنطلع بره ناخد البطاطين وهنلف بيها في حته منطقه غير المنطقه بتاعتنا اصلا، وهنديها لاي حد، اي واحده، اي طفل ماشي في الشارع نايم مش مصطفى. نرجع لكم بعد 5 ساعات، 5 ساعات بس هنرجع لكم وهنفرق البطاطين. المفروض دلوقتي اللي احنا جينا بالليل، وقت اللي احنا هنفرق فيه البطاطين. انتوا شايفينها اهي، في البطانيه اهي وبطانيه اهي، كل بطانيه في كيس. المفروض دلوقتي اللي احنا نركب العربيه انا والراجل الطيب ده بيصور فيديو من الصبح تعب معايا. المفروض دلوقتي اللي احنا نركب عربيه واروح لمكان احنا عارفين في ناس بتقف في الشارع او بتنام في الشارع، اروح ونزل البطاطين. دلوقتي اللي النطره بتنطر وصلنا المكان، وهو حماش عمال يعمل حمام هناك. المفروض اللي دي الشنط لسه ما وسعناش اي حاجه، وجينا المكان ده عشان نشوف ناس بتبات على الرصيف. النطره بتنطر الوقت زي ما شايفين، النطره بتنطر وخربت الدنيا دلوقتي. فيا ريت نلاقي اي حد دلوقتي. هنتمشى نطلع كوبري نخرب الدنيا. مش مشترك في القناه انزل اشترك احنا بنعمل حاجات كتير، فانت تنزل اشترك بقى عشان الفيديو ده يوصل ناس كتير وتوصل الفيديو 30000 لايك يا اسطى. ننجز كده في الكلام. الوقت المفروض اللي احنا نلف عشان نلاقي اي حد يوزع البطاطين. المفروض يا جدعان بعد 3 ساعات بنلف من اول منيب لغايه هنا. جينا يعني لقينا الناس هناك اهي بتنام هنا. اوريكم دلوقتي في المكان، دلوقتي اوريكم المكان اللي هي بتنام فيه، وهنديهم دلوقتي بطانيه وهنلف هنشوف اي حد تاني محتاج حاجه زي كده وهنديها له. المفروض دلوقتي اللي النظر بتنطر اهو. الناس دي الناس الطيبه دي اللي بتنام جوه هنا، يعني بتنام هنا كده ليل ونهار ولا ايه؟ فهي دي بس حاجه بسيطه تمام. بطانيه. هنشوف بقى اي حد تاني محتاج حاجه زي كده. حبيبي عاوز حاجه؟ عاوز اي حاجه؟ محتاج اي حاجه تاني؟ اي حاجه قدام الكاميرا. ألف شكر. ماشي الكلام ده يتذاع ولا ايه؟ موافق؟ ألف شكر. ماشي يا باشا. عاوز حاجه؟ دلوقتي المفروض اللي احنا هنروح نقف ايه بقى؟ دلوقتي المفروض اللي احنا هنروح نشوف اي حد تاني طيب، او اي حد تاني ينام في الشارع. اي ناس دول بيناموا بتاع 6 5 7. احنا دلوقتي نشوف اي حد تاني وهندي البطانيه التانيه ونروح عشان عاوز انام. احنا بنفرقتنا البطانيه. المفروض ان احمد كان بيصور وكان مستعجل، هم عماله تتصل بيه انت فين. المفروض دلوقتي الساعه 1 بالليل بالظبط، وانا ورايا امتحان بكره الصبح. يعني انا الحق انام 4 ساعات او 3 ساعات واروح الامتحان. فتقولوا لي دعوه حلوه كده عشان شكلي عمال حاجه زي السنه اللي فاتت. عايز اقول لكم حاجه وده برضه عمل حاجه زي السنه اللي فاتت معايا. دلوقتي المفروض عاوزكم
والله العظيم يا جدعان احنا كنا بنقرر البطاريه الثانيه وكنا بنصور، يعني ده ماسك الكاميرا خلفيه كده وانا بدي البطاريه للراجل وصورناه وكان نايم في الشارع وكل حاجه. بس المشكله ان الغبي ده ما كانش بيصور او كان مستعجل وانا كمان كنت مستعجل. يلا يلا عايزين نديها لاي حد في الشارع يميني، اي حد نايم يمين شمال هنديها له، والله اقسم بالله ما كنا هنعوق ولا اي حاجه، بس الاستعجال بوظ حاجات كتير. فانا عارف ان في ناس كتير منكم مش هتصدق الكلام ده، انتوا خدتوا البطانيه شلتوها مش عارف فين، انتوا فرقتوا بطاريه واحده براحتكم زي ما تقولوا. وبس كده خلص الفيديو، لايك واشتراك. اشوفكم الفيديو لا وبنعمل حاجات مفيده وحاجات حلوه عشان مفيش حد يقول بيتقلد صور. اسمع تاني وتالت. اهم حاجه بس يا ريت ما حدش يفهم ان احنا بنعمل كده عشان خاطر انتوا تقولوا علينا بقى ان احنا بصوا ايه ده طيبين، ده بيعملوا مش عارف ايه، او عشان نصور ونبان ان احنا كويسين. كل الغرض من الفيديو ده ان اي حد عنده بطانيه يا ريت يقلدنا ويعمل زينا. اي حد عنده بطانيه زياده، عنده هدوم زياده، في ناس فعلا ما عندهاش هدوم وفي ناس ما عندهاش اصلا بطانيات في بيتها، يعني زي ما انتم شايفين في ناس بتنام في الشارع بتغطي نصها الفوقاني بتيشيرت او بنطلون او كده. ما شفتوا سمعت مني ازاي بنصور، ويا ريت اي حد من اليوتيوبرز اللي بيتفرجوا على الفيديو ده يخلي عندهم دم شويه ويعملوا زي ما انا ما عملت او زي ما عمر شاور عمل. بس كده خلص الفيديو، لايك واشتراك، انا عندي امتحان بكره، لايك واشتراك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.